مرحبا بكم. يسعدني أن أقدم إليكم سلسلة في علم النفس. هذه السلسلة سوف تقدم وتعرض جملة من المفاهيم في علم النفس، تبدو معقدة في الغالب، لكننا نحن في هذه السلسلة سوف نعرضها بشكل مبسط دون أن تفقد قيمتها العلمية، مستعملين في ذلك الصور والأمثلة والفيديوهات، وتجعلها طبيعتها تساعدنا على فهم ذواتنا وفهم الأفكار التي تدور في أعماقنا وفهم انفعالاتنا وخواطرنا وفهم سلوكياتنا. أهميتها كبيرة في حياتنا اليومية، سوف تساعدنا في حياتنا اليومية بشكل كبير. نتمنى أنه في الجزء الثاني سوف نعرض لهذه المفاهيم بشكل أكثر عمقا دون الغلو في ذلك، ولكن في الجزء الأول ستكون الأمور مبسطة تسهل فهم هذه المفاهيم ونعرضها بشكل شيق ويفهمها الجميع. في هذه الحلقة سوف نعرض لمفهوم الهو والأنا والأنا الأعلى. إذا تبدو مفاهيم معقدة غالبا لا يفهمها الكثير، لكن سوف نعرضها بشكل مبسط، وهي مفاهيم عرضها سيغموند فرويد، أب التحليل النفسي، وسوف نرى أهميتها في حياتنا اليومية، وكيف أن النفس أو نفسيتنا تتكون من 3 مكونات حسب رأيه، وهي الهو وهو الطفل المدلل، الأنا وهو الجزء الواعي والذي يتفاعل مع الواقع، والأنا الأعلى وهو جزءنا والذي يمكن أن نمثله بالضمير والمثل والقيم والأخلاق. كيف هذه المكونات ال3 تتفاعل فيما بينها في حياتنا اليومية، وما تجره علينا من صراعات ومن حلول. يجب وجود أو إيجاد حلول لهذه الصراعات الداخلية والخارجية أحيانا. إذا نتمنى أن يلقى هذه السلسلة اهتمامكم وأن تنال رضاكم، فلنبدأ. إذا في علم النفس قدم سيغموند فرويد نموذجا مثيرا للاهتمام لفهم النفس البشرية. هذا النموذج يعتبر بأن النفس البشرية تتكون من 3 مكونات رئيسية، وهي الهو والأنا والأنا الأعلى. الهو يمكن أن نمثله بالطفل الصغير المدلل، هو الجزء البدائي والأكثر غرائزية في نفسية الإنسان. يمثل الهو الرغبات الأساسية مثل الجوع والعطش والرغبة الجنسية، ويعمل هو وفقا لمبدأ اللذة، أي أنه يسعى دائما للحصول على المتعة وتجنب الألم بدون مراعاة لأي اعتبارات منطقية أو واقعية. ونرى أن الهو هنا ممثلا بالطفل الصغير الذي ذهب إلى محل لبيع الآيس كريم، وهو يريد وفي عقليته وفي رغبته أن يأخذ أكبر آيس كريم في المحل. الجزء الثاني وهو الأنا هو الجزء الواعي والمنطقي من النفس البشرية، ويهدف الأنا إلى توازن بين رغبات الهو يعني الطفل المدلل ومتطلبات الواقع، حيث يعمل الأنا وفقا لمبدأ الواقع، يعني لا يعمل وفقا لمبدأ اللذة كما الحال بالنسبة للهو، حيث يدرس الأوضاع والظروف ليقرر أفضل السبل لتحقيق رغبات الهو بطريقة مقبولة وممكنة. ويمكننا أن نشبه الأنا بقائد يسعى لاتخاذ قرارات حكيمة توازن بين متطلبات اللحظة والحقائق المحيطة. وهنا نشبه في هذا المثال نشبه الأنا بالأب الذي دخل مع ابنه الطفل الصغير المدلل الذي يريد أكبر آيس كريم في المحل، ولكنه يقترح عليه أن يأخذ آيس كريم صغير حتى يأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي في الأمر، ويدخلوا في مناقشة فيما بينهما بطبيعة الحال للوصول إلى حل وسط. والأنا الأعلى وهو يمثل الجانب الأخلاقي والمثالي من النفس البشرية، حيث يمكن أن نمثل الأنا بالضمير والمثل والقيم والمبادئ الأخلاقية التي تعلمناها من الوالدين والمجتمع. ويهدف الأنا الأعلى إلى فرض معايير عالية للسلوك، ويقوم بمحاسبة الأنا عندما تتعارض قراراتها مع تلك المعايير.
في هذا الموضوع نمثل الأنا بالأم التي عندما رجع الطفل الصغير المدلل فرضت عليه أن يأخذ صحنا من الخضر والفواكه نظرا لأهميتها الصحية ونظرا لطبيعة الحال ما سوف تعطيه من قوة عوض الآيس كريم الذي طبيعة الحال هي رغبة، ولكنها رغبة ليس بالضرورة أن تكون صحية. إذن كما تمت الإشارة في الجزء الأول من الفيديو، النفس البشرية تتكون من 3 مكونات التي تتشكل من الطفل الصغير الذي يمثل الغريزة والذي يعمل وفقا لمبدأ اللذة، وهناك الأم التي تمثل الضمير وتعمل وفق مجموعة من القواعد التي يجب الانضباط إليها، وهناك الأنا الذي يمثل الواقع، يعني يعمل وفقا لمبدأ اللذة. هذه العلاقة ما بين هذه المكونات بطبيعة الحال الثلاثة ليست دائما في انسجام، أو في غالب الأحيان هي ليست في انسجام. هناك صراع دائم مستمر ما بين الطفل المدلل الذي يمثل الهو والذي يعمل وفقا لمبدأ اللذة، والذي يعمل بكل ما في وسعه لأن يفرض ذاته على الأنا. نفس الشيء الضمير أو الأنا الأعلى الذي يمثل الضمير يريد أن يفرض ذاته على الأنا، والأنا هنا يجد نفسه في صراع كبير ما بين مبدأين مختلفين تماما، ويجب عليه أن يجد الانسجام الكامل حتى يحقق ما يسمى بالنفس المتوازنة التي تحاول أن تكون وسيطا ما بين رغبات الهو وما بين الانضباطات والقواعد التي يفرضها الضمير. هذا ما سوف نراه بشكل مفصل في الجزء الثاني من هذا الفيديو، حيث سوف نعرض ما هي عندما يكون الهو يغلب على الأنا، فما هي التوترات والاضطرابات النفسية التي تحصل. ونفس الشيء عندما نرى أن الأنا الأعلى هو الذي يفرض واقعه أو يفرض قواعده على الأنا، ما هي الاضطرابات التي تحصل، وكيف يمكن أن الأنا أن يحقق التوازن ما بين هذا الصراع الكبير الذي يحصل له بشكل مستمر في حياته اليومية وانعكاساتها على ذاته في الداخل وعلى سلوكياته الخارجية. وهذا ما سنراه في الجزء الثاني بشكل مفصل. إذن قبل الخوض في الصراعات التي تقع بين المكونات الثلاث وهي الهو والأنا والأنا الأعلى، لابد من الإشارة إلى الخصائص الرئيسية التي تميز كل واحدة منها. فنأخذ أولا الهو، فالهو من بين خصائصه الغرائزية والبدائية، فهناك رغبات واحتياجات فطرية يولد بها الإنسان مثل الجوع والعطش وغيرها من الرغبات، ويعمل الهو أو يرغب الهو في تحقيقها بشكل فوري وملح. ثانيا مبدأ اللذة، دائما الهو يعمل وفقا لمبدأ اللذة ويتجنب الألم، وهو لا يفكر للاعتبارات الأخلاقية أو الاجتماعية أو الواقعية، فهو لا ينظر إلى العواقب بشكل كامل. ثالثا هو يوجد في العقل، في أعماق النفس البشرية، في العقل الباطن، في اللا شعور كما يقولون، ويظهر ملامح الهو في الأحلام، في زلات اللسان، في سلوكيات الغير الواعية. رابعا الفورية والإلحاح، فالهو دائما يريد أن يحقق رغباته وبشكل فوري وملح، لا يقبل التأجيل أو التأخير. خامسا هو أنه لا يميز بين الواقع والخيال، فالأمر عنده سيان لا اختلاف بينهما. وسادسا هو أنه لا يراعي القيم والأخلاق، فبالنسبة إليه لا يوجد هناك مفهوم الصواب والخطأ، فقط هناك رغبات يريد تحقيقها دون أي اعتبارات سواء كانت أخلاقية أو اجتماعية أو غير ذلك.
الخصائص الرئيسية للأنا الأعلى من وجهة نظر التحليل النفسي أو من وجهة نظر التحليل النفسي يمكن أن نحددها في 6 نقاط. أولا، القيم الأخلاقية والمعايير. الأنا الأعلى هو الجزء من النفس الذي يمثل القيم الأخلاقية والمبادئ التي يتعلمها الفرد من الوالدين والمجتمع. ثانيا، الضمير هو جزء من الأنا الأعلى يراقب سلوك الفرد ويحكم عليه وفقا للمعايير الأخلاقية المكتسبة. ثالثا، أن الأنا الأعلى يبحث دائما على المثال الأعلى أو على الكمال الأخلاقي الذي يسعى الفرد لتحقيقه. رابعا، أن الأنا الأعلى هو في تناقض مستمر مع الهو الذي يسعى إلى تحقيق الرغبات البدائية والغرائزية دون اعتبار للقيم الأخلاقية. الأنا الأعلى يتدخل هنا ويعمل على كبح هذه الرغبات وتنظيمها وفقا للمعايير الأخلاقية والاجتماعية المقبولة. خامسا، الأنا الأعلى يوجد جزء كبير منه في اللاوعي، في منطقة اللاوعي، وجزء أقل يوجد في مستوى الوعي. سادسا، الأنا الأعلى يلعب دورا كبيرا في التوازن النفسي، حيث من خلال فرض القيم الأخلاقية والمبادئ، ويساعد الأنا الأعلى في توجيه الأنا نحو تحقيق توازن بين رغبات الغريزية للهو والمعايير الأخلاقية. وهذا التوازن يساعد الفرد في التعايش بشكل مقبول اجتماعيا وأخلاقيا مع ذاته. الخصائص الرئيسية للأنا من وجهة نظر التحليل النفسي. فالأنا هو الوسيط بين الهو والأنا الأعلى. الأنا هو الجزء العقلاني والمنطقي من النفس البشرية الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين رغبات الهو ومتطلبات الأنا الأعلى. يعمل كوسيط بين الدوافع الغريزية للهو والمعايير الأخلاقية التي يفرضها الأنا الأعلى. الأنا يعمل ضمن أو وفق مبدأ الواقع، حيث يأخذ بعين الاعتبارات الاجتماعية والواقع، ويتجنب ما أمكنه التصرفات المتهورة أو غير المقبولة التي يمكن أن يدفع بها الهو. ثالثا، هناك الجزء كبير من الأنا يوجد على مستوى الوعي، وجزء أقل يوجد في مرحلة أو في الجزء أو في المستوى اللاواعي. رابعا، أن الأنا يعمل وفق التفكير المنطقي وحل المشكلات. فالأنا يستخدم التفكير المنطقي والتحليل وحل المشكلات للتعامل مع التحديات التي يواجهها الفرد. يعتمد الأنا على المعرفة والخبرة السابقة لاتخاذ قرارات مدروسة تسعى إلى تحقيق التوازن بين الرغبات والقيم. خامسا، تأجيل الإشباع. من خلال مبدأ الواقع يستطيع الأنا تأجيل الإشباع الفوري للرغبات لتحقيق أهداف بعيدة المدى. هذا التأجيل يساعد الفرد على تجنب المخاطر وتحقيق أهدافه بطرق أكثر أمانا وفعالية. والأمثلة هنا كثيرا. فمثلا تجد أن أناس يثابرون في الدراسة لمدة طويلة، وذلك حتى يصلوا إلى مراتب وإلى مستويات تعليمية كبيرة تمكنهم طبيعة الحال أو تحقق لهم وضعا اجتماعيا جيدا. سادسا، التحكم في الدفاعات النفسية أو ما يصطلح بآلية الدفاع النفسي. الآن يستخدم مجموعة من الدفاعات النفسية لحماية النفس من القلق والصراعات الداخلية. هذه الدفاعات مثل الإنكار والإسقاط والتبرير وغيرها من الآليات الدفاعات النفسية أو الميكانيزم دو ديفانس، وسوف نراها في فيديو لاحق إن شاء الله. وذلك هذه الدفاعات أو هذه الآليات وهذه الميكانيزمات الدفاعية أو النفسية تساعده على الحفاظ على الاستقرار النفسي وتخفيف التوتر. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن هذه المكونات الثلاثة الأنا والهو والأنا الأعلى، هذه المكونات الثلاثة تكون متصارعة، ليست دائما في توازن. وسوف نرى بعض الحالات. نرى الحالة التي يكون فيها الهو مسيطر على الأنا، وكما قلنا بأن الهو هو يتفاعل وفق مبدأ اللذة، والأنا يتفاعل وفق مبدأ الواقع. سنحاول أن نعرف ما هي الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تحصل في كلا أو في هذه الحالات.
فعندما يسيطر الهو على الأنا، يعني عندما يكون ذلك الطفل المدلل الذي طبيعة الحال تغلب عليه الغريزة والجزء البدائي من النفس البشرية، يسيطر على الأنا، فالاضطرابات النفسية التي تحصل منها الإدمان، منها اضطرابات الأكل، من السلوك العدواني والقلق والاضطرابات العصبية. فمثلا الإدمان، فعندما يسيطر الهو قد يصبح الفرد غير قادر على مقاومة الرغبة في تناول المخدرات أو الكحول، فهنا الهو يسعى للحصول على المتعة الفورية من خلال تعاطي هذه المواد، مما يؤدي إلى الإدمان وعدم قدرة الأنا على كبح هذه الرغبات. من بين الاضطرابات النفسية هناك اضطرابات الأكل، مثلا عندما يؤدي سيطرة الهو إلى اضطرابات مثل الشره المرضي. في حالة الشره المرضي قد يسعى الهو إلى الإشباع الفوري من خلال تناول كميات كبيرة من الطعام، وهنا يفشل الأنا في تنظيم هذه الرغبات. وهناك الحالة العكس، يعني عندما يكون ما يسمى في فقدان الشهية العصبي، قد يتمكن الهو من فرض رغباته في التحكم والسيطرة على الوزن بشكل زائد مفرط. ثالثا هناك السلوك العدواني، عندما يكون الهو في سيطرة على الأنا يمكن أن تظهر سلوكيات عدوانية ويظهر العنف، فالهو يسعى إلى تحقيق رغباته الغريزية أحيانا بالقوة، مما يؤدي إلى مشاجرات وعدوانية غير مبررة، حيث يفشل الأنا في تهدئة هذه الدوافع الغرائزية. وهناك مظاهر القلق والاضطرابات العصبية، يمكن أن تسبب سيطرة الهو شعورا مفرطا بالقلق والاضطرابات العصبية، حيث أن الهو قد يخلق رغبات ودوافع قوية وغير منطقية، والأنا يجد صعوبة في التحكم في هذه الدوافع أو إشباعها بطرق مقبولة اجتماعيا، مما يؤدي إلى شعور دائم بالقلق والتوتر. وسنرى في كذلك عندما يسيطر الأنا الأعلى على الأنا، فما هي الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تحصل؟ وكما قلنا أن الأنا الأعلى يمثل الجانب الأخلاقي والمثالي من النفس البشرية، وأحيانا تكون مطالباته في هذا المضمار كبيرة جدا ومعقدة ويعني متطرفة أحيانا. وهنا الأنا يجد نفسه يعني في حالة لا يحسد عليها، مما يظهر أو مما يكون من نتائجها ظهور اضطرابات نفسية من الاكتئاب. فعندما يسيطر الأنا الأعلى قد يفرض معايير مثالية وغير واقعية على الفرد، مما يؤدي إلى شعور دائم بالفشل وعدم الرضا عن الذات. هذا الضغط المستمر ممكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، حيث يشعر الفرد بأنه غير قادر على تحقيق التوقعات العالية التي يفرضها الأنا الأعلى. من بين المظاهر أو الاضطرابات النفسية التي يمكن أن تظهر عندما يكون هناك سيطرة الأنا الأعلى على الأنا، القلق. سيطرة الأنا الأعلى يمكن أن تؤدي إلى شعور مفرط بالقلق، حيث أن الأنا الأعلى يفرض قوانين صارمة ومعايير أخلاقية عالية، ويتسبب في شعور الفرد بالذنب والخجل إذا لم يتمكن من الالتزام بها. هذا القلق يمكن أن يكون مزمنا ويؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للفرد. يمكن أن يظهر الوسواس القهري. يمكن أن تؤدي سيطرة الأنا الأعلى إلى اضطرابات مثل الوسواس القهري، حيث أن الفرد قد يشعر بالحاجة المستمرة لتكرار سلوكيات معينة أو التفكير في أفكار معينة بشكل قهري، كمحاولة لتهدئة الأنا الأعلى والامتثال لمعاييره الصارمة. يمكن أن تظهر كذلك الاضطرابات الغذائية. الأنا الأعلى يمكن أن يفرض معايير صارمة للجمال والمظهر الجسدي، مما يؤدي إلى اضطرابات غذائية مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي. الفرد قد يحاول تحقيق هذه المعايير الصارمة من خلال التحكم القاسي في تناول الطعام، ويمكن أن يؤدي في أقصى الحالات إلى الانفصام. في حالة شديدة يمكن أن يؤدي سيطرة الأنا الأعلى إلى اضطرابات مثل الانفصام، حيث يشعر الفرد بأنه يجب أن يكون شخصا مثاليا للغاية، لدرجة أنه يبدأ في فقدان الاتصال بالواقع. إذن
إذا نلاحظ أن الأنا في حال يعني وضعيته لا يحسد عليها، هو يريد أن يكون هناك توازنا ما بين المكونات الثلاثة التي تشكله، خصوصا ما بين الهو الذي يعني الجزء البدائي والغرائزي في النفس البشرية، مع الأنا الأعلى التي تمثل المعايير والقيم الأخلاقية والضمير إلى غير ذلك. فالأنا يجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها. إذا نرى في الحالة التي تعتبر مثالية، فعندما يكون هناك توازن الأنا، يعني أن عندما يكون الأنا متوازنا ويكون الفرد يعني حيث يكون الفرد قادرا على تحقيق توازن بين رغبات الهو ومتطلبات الأنا الأعلى، فهنا يمكن أن نقول بأن ذلك له تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية الجيدة. توازن الأنا يسهم في تعزيز الصحة النفسية بشكل عام، فالفرد يشعر بالرضا عن نفسه وعن حياته، ويتمكن من التعامل مع الضغوط اليومية بشكل أكثر فعالية، والقدرة على التكيف مع التحديات وتحقيق أهداف وواقعية تساهم في الشعور بالسعادة والراحة النفسية. ثانيا، يكون هناك إدارة للضغوط أو تدبير للضغوط بشكل متوازن، وهذا له طبيعة الحال يعطي إحساس بالرضا ويقلل من القلق والتوتر. عندما يكون هناك توازن عند الأنا، تكون هنا علاقاته الاجتماعية جيدة. بفضل توازن الأنا يكون الفرد قادرا على بناء علاقات اجتماعية مثمرة، والقدرة على التفاهم والتواصل بفعالية مع الآخرين تسهم في بناء صداقات وعلاقات عائلية قوية ومستقرة. كذلك هناك التقدير الذاتي والاحترام، حيث أن الشخص الذي يمتلك أنا متوازن يشعر بتقدير ذاتي واحترام للنفس، ويعرف قدراته وحدوده، ولا يشعر بالذنب المفرط أو التكبر. هذا التوازن يساعد على تحقيق نجاحات ويعزز ثقته بنفسه. عندما يكون هناك الأنا متوازن، يعني أن قدرته على اتخاذ القرارات تكون جيدة. فعندما يكون الأنا متوازنا، يحقق الفرد انسجاما داخليا بين رغباته البدائية وأخلاقياته ومعايير المجتمع واحتياجات الواقع. هذا التوازن يؤدي إلى صحة نفسية جيدة وقدرة على إدارة الضغوط وبناء علاقات اجتماعية صحية والشعور بالتقدير الذاتي واتخاذ قرارات حكيمة. بالتالي يعتبر توازن الأنا أساسيا، يعني يعتبر عاملا أساسيا لحياة نفسية صحية ومستقرة. في هذا الفيديو ناقشنا 3 مفاهيم أتى بها فرويد أب التحليل النفسي، حيث اعتبر بأن النفس البشرية ليس وحدة موحدة، بل هناك 3 مكونات، وهذه ال3 المكونات كل واحدة لها طريقة تفاعل معينة وطريقة عمل معينة. فهناك الهو والذي يمثل الطفل المدلل، يعني الغريزة والبدائية التي يتفاعل معها ويبحث دائما عن اللذة. وهناك الأنا الأعلى الذي يتفاعل وله طريقة عمل ممثلة في احترام القيم والمعايير والضمير والأخلاق. والأنا الأعلى الذي يتفاعل مع الواقع. هذه المكونات ال3 تجعل طبيعة الحال أن الأنا الأعلى الذي يمثل القائد الذي يحاول أن يكون وسيطا متوازنا بين هذه المكونات ال3، ليس من الضرورة أن تكون طبيعة الحال مهمته سهلة، بل هو يدخل في صراعات متعددة، ويمكن أن تخلق له اضطرابات نفسية إن لم يكن هناك توازن. ولقد أعطينا بعض الأمثلة لهذه الاضطرابات النفسية عندما يغلب الهو على الأنا، أو عندما يغلب الأنا الأعلى عن الأنا. فهذه طريقة تجعلنا نفهم بأن مهمة الأنا الذي يتفاعل مع الواقع ليست بالشكل الهين والشكل السهل، وهذا ما يجعل الحياة النفسية أو المكون النفسي مكون معقد
ويتطلب باستمرار العمل على إيجاد ذلك الطريق المتوازن حتى نتمكن أن نعيش بصحة جيدة، بصحة نفسية جيدة، والتي سوف تنعكس بالضرورة على صحة جسدية جيدة. إذا أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعطى بعض الملامح الأساسية لهذه المفاهيم، ونلتقي في فرصة قادمة إن شاء الله.